السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة شهوات من نسيت. كيف كتشوفوا هذا الكيك الشامخ الرائع كيك المناسبات والاعياد. انا الصراحه تشهيته درته بلا مناسبه بلا عيد بلا حتى شي حاجه. واخا كتشوفوا بحال هكا فيه الكريمات وهذا راه ساهل وكيوجد في واحد الوقت اللي هو قصير ومكونات بسيطه وموجوده في كل بيت. المهم باش ما نطولش عليكم كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر كاع الناس اللي كتدخل عندي وكتخلي لي اللايكات وكتدعمني. شكرا لكم بزاف بزاف. يلا باش ما نطولش عليكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كيف كتشوفوا عندي كاس ديال السنيده، 4 ديال البيضات، نص كاس ديال الزيت، 2 خمارات الفاني، وشفتوا عندي الزبده والحليب. هنايا في هذه الكاسرونه هذه طريت الميزان ووضعت الكاسرونه وغنعبر فيها 75 غرام ديال الزبده وغنضيف عليها كاس ديال الحليب اللي غنحطو فوق النار يغلى مزيان وغتذوب هذيك الزبده، حيت غنديروها من بعد في الكيك بعد ما نكونوا ضفنا ليه الدقيق. هنايا درت 4 ديال البيضات وغنضيف كاس ديال الزيت. انا غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. ودرت معلقه صغيره ديال الفاني. حركت بالخلاط بحال ما هكا. عاد غادي نخدم الخلاط الكهربائي باش تنسجم ليا العناصر وما يطيرش ليا الخليط. صافي غنبقى مستمره حتى يطلع الخليط مزيان. عاد غادي نبدا نضيف في الزيت شويه بشويه باش الخليط كيولي كريمي وكتجينا الكيكه ناجحه. كيف كتشوفوا رانا كنحبس وكنضيف الزيت بشويه بشويه. كيف قلت لكم عندي نص كاس ديال الزيت. صافي الدقيق حسب الدقيق اللي عندكم. انا درت 300 غرام ديال الدقيق الفورس وجوج ديال الخمارات. كيف كتعرفوا دائما خاصكم ضروري تغربلوا الدقيق وتختاروا النوعيه اللي كتكون زوينه باش ينجح معكم الكيك والمخبوزات. ضروري الدقيق الابيض اللي كتخدموا به يكون نوعيه مزيانه. انا غنضيف الدقيق على دفعات وكيف شفتوا رانا غربلت فيه جوج ديال الخمارات، 3 الكيسان ديال الدقيق. كل كاس كيهز 100 غرام، يعني درت 300 غرام كامله. غتشوفوا باللي الخليط راه ولا ثقيل، ولكن ما تخافوش. بعد ما غنضيفوا داك الكاس ديال الحليب اللي سخن مزيان ودابت فيه 75 غرام ديال الزبده غنقسموه حتى هو على جوج. شوفوا الخليط كيفاش غيولي القوام ديالو خفيف وزوين ورائع. ما تخافوش الا جربتوا هاد الوصفه وقصح لكم الخليط راكم غتضيفوا الحليب اللي هو سخون، هو اللي كيعطي هاد القوام هذا الزوين وكيرخف لينا الكيك ديالنا. صافي في الاخير ضفت معلقه كبيره ديال الخل اللي كيف كتعرفوا الخل هو اللي كيخلي الكيك تيجي طالع وما تيهبطش في الفران. ومن طبيعه الحال الفران حتى هو خص يكون تكونوا ضابطين الفران ديالكم يا اما ديال الغاز يا اما ديال الضو. صافي جمعت الجوانب وشوفوا القوام ديال الكيك. الا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش ديروا لي واحد اللايك وتشجعوني باش نبقى نحط لكم الوصفات الزوينه والرائعه والسهله. هاد المول هذا ديال الجرانيت واخا هما ما تيلصقوش، ولكن انا باش نتفادى انني نوقع في شي يعني يلصق ليا الكيك دهنته بشويه ديال الزبده وغبرته بالدقيق وكنت حطيته في الثلاجه. صافي بعد ما وجدت الخليط ديال الكيكه انا صبيته هنايا وغنديه للفرن درجه الحراره كيف قلت لكم حسب الفرن اللي عندكم. انا عندي فران ديال الغاز، دائما كنقولها لكم عندي فران كبير ديال الغاز، يعني انا ضابطه عليه الحراره وكل شيء. غير هو الكيك كندخلو الفران يكون بارد وكنمهل العافيه. شوفوا الكيك كيفاش طلع وكيفاش خرج زوين هائل. انا غادي نحيد المول وها هو تحيد بسرعه. وشوفوا المنظر ديال هذا الكيك الرائع. حتى نتوما تقدروا ديروا في مول بحال هذا، تقدروا ديروا في مول عادي. المهم هو ان الوصفه خصكم تجربوها بالحليب الطايب، كتجي روعه وهشيشه وزوينه شكلا ومذاقا وحتى في اللون. وصافي هنايا التزيين كيبقى اختياري، نتوما تقدروا تخليوها غير هكاك. انا درت ليها هاد الكريمه هادي الزوينه اللي غير بلا كريم باتيسير والحليب والسنيده، وزينتها بهذا النوع من الفواكه. و
صافي غنبقى مستمره حتى نزينها. وهذيك الحفره اللي لداخل غادي نعمرها بما تبقى من الفاكهه، حتى نتوما تقدروا ديروا بحالي وتجربوا هذا الشكل هذا، غادي يعجبكم. صافي هنايا باش شوفوا التقطاع كيجي زوين، والكيكه كتجي رائعه ورطبه. كيف شفتوا في الاول ديال الفيديو انا راه صوبت كذلك صلصه ديال الشكلاط، غير لا كريم باتيسير، وملي طابت ضفت عليها الشكلاط مربعات باش كيعطيني هذا اللون هذا القهوي، يعني كريمه بمذاق الشكلاط وبلون الشكلاط. صافي شهيه طيبه مسبقا ان شاء الله غادي تجربوا الوصفه. والى اللقاء في كيك جديد او معجنه جديده، ومع السلامه.